السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، ظهرت ظاهرة مبالغة فيها. أعرف هذه الظاهرة هي الشد العصبي للفنانين مع الجمهور. الجماهير الأيام دي بقت في حالة مبالغة فيها مع التفاعل مع الأغاني. بعد مرات بتيجي وفاة هستيرية. ده كلام شنو يا جماعة؟ يا جماعة، كلام ده خطأ. واتقوا الله سبحانه وتعالى وارجعوا إلى الله توبوا. أغنية شنو بتصدمك؟ أغنية شنو بتنصدم مع أغنية شنو بتصدمك لما تقع؟ استمع لقول الله تعالى، غمع قلبك في الإيمان، خلي قلبك في الإيمان الخشوع، ما يكون خشوعك في الأغاني والحاجات دي. يا جماعة، من هنا يا رب يهدينا ويهدي الجميع ويسوقنا لبر الأمان. والله حاجة تحير فنان يغني في أغنية تجي تقع له تحت رجلينه. ده حاجة ما بتجي أصلها. الشرع ما قال كده، الله ما قال كده. انت يا أخي بدل تقع للفنان تحت رجلينه، أقع للمصحف، أقع فيه قراية وأسجد لله في الأرض. ما تجي تقعد لك لفنان وشنو ما عارف وحاجات دي. انت أقع في المصحف دي قراية وحاجات، لكن ما تقعد لك لفنانة. دي يا جماعة ظواهر الناس تجتنبها، تخليها. شاهدوا الفيديو ده. الفنان ده وأحد المشجعين، عفوا أحد الجمهور، عمل شنو؟ أحد الجمهور. يلا يا جماعة، بعد ما شفتوا الفيديو حق الفنان ده، هاي الحكاية دي ممكنة؟ كل الشعب يقول لك لا، ما ممكنة. بس أنا بوصل وصيتي دي لأي إنسان قاعد يعمل كده، يخلي الحاجة دي. أي إنسان بعرف إنسان بعمل كده يكلمه يقول له الكلام ده غلط وما تعمل كده. والسلام عليكم. ما تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ومرحب. يا طبيبي كفاك، قلبي ما هو معاك. يا طبيبي كفاك.